ازيكم حبايبي. هنكمل مع بعض الجاكيت الأطفال اللي هو من سن 9 شهور لسن سنة ونص وممكن كمان سنتين يعني. وهنكمل. احنا عملنا طبعا الصدر والظهر وكل الأجزاء بتاعته والكمام. هنبتدي بقى نشبكها. طريقة التشبيك سهلة خالص. أنا شبكت جزء اللي هو الصدر وشبكت الكمام. هشبك تاني حاجة اللي هو الجزء التاني معاكم والكمام، عشان اديكم فكرة بس بنعمله ازاي. وكمان هنعمل المرد والزراير. هنبتدي مع بعض، بس قبل ما نبتدي لو اول مرة تشوفوني، انا هايدي مكرم من قناة دودو فور تريكو. اتمنى ان انتوا تتابعوني وتعملوا لي لايك وكومنت، ويا ريت تشتركوا في القناة، ويا ريت كمان تشرفوني على الجروب عشان بنزل كل يومين 3 كده حاجات جديدة. وارجو انكم تتابعوني على القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اي حاجة انا بنزلها توصل لكم على طول. هنبتدي مع بعض. اول حاجة هركب ازاي، او هخلي هجيب الوش كده على الوش ده كده، الوش بتاع الظهر، وبعدين هجيب الوش برضو بتاع الصدر، ده الجزء من الصدر. بحط الوشين على بعض، يعني ده الوش اهو مجمع الوش اهو. هبتدي بقى اثبت. عندي بحب انا اثبت من تحت الاول عشان اظبط الشكل اللي هو من تحت يبقى قد كده بالظبط، قد بعض بالظبط. هجيب ابرة التنظيف بتاعتي، هحط الطرفين البليسيه على بعض. ده البليسيه بتاع الظهر اهو مع البليسيه بتاع الصدر من تحت كده، وهبتدي اثبت الطرفين على بعض. دي اهم خطوة، واتأكد ان الطرفين مظبوطين مع بعض. افردهم كده واشوف الاتنين متساويين كده مع بعض. هبتدي بقى اخيط الخياطة العادية اللي احنا بنخيطها في اي شغل عندنا بالشكل ده. طبعا انا بخيط هنا زي ما اشتغلت بفتلتين، بخيط برضو بفتلتين. هبتدي اخيط بالشكل ده لغاية ما اخلص لغاية اخر تحت الباط كده لغاية هنا كده، لغاية ما اقف هنا وارجع تاني. نكمل برضو غرزتين كده طيب مع بعض علشان نعرف، بس المبتدئ وما بيعرفش الخياطة برضو سهلة يعني كده. واشد كويس، اهم حاجة برضو الشد كويس، ده مهم جدا عشان عندي الخياطة ما تفتحش. واتأكد ازاي، ابص كده، اقلب الشغل كده على الوش اهو كله ماسك نفسه وحلو مش مفتح بالشكل ده. هكمل بقى لغاية الاخر كده. خيطت لغاية من اول تحت لغاية فوق. وبعد كده هنقابل الحردة، هنعمل بقى الكتفين على بعض. نحط الكتفين كده على بعض. وطبعا انا هنا بستغل اي فتل زيادة ممكن نخيط بيها. هثبت برضو كده بالشكل ده وهخيط الاتنين كده على بعض بالشكل ده. كده خلاص ثبت الاتنين الجزئين، الجزء اللي هو الخياطة اللي من هنا الصدر مع
الظهر وكمان الكتفين مع بعض. هنا مكان الكمام هبتدي بقى اخد الكم. طبعا هنا انا ركبت الكم الاولاني ده الاولاني. هاخد الكم ده بقى الاول. طبعا هو لسه ما اتخيطش، بنخيط الاتنين على بعض. بقفل الاتنين دول كده برضو بالشكل ده وخيطهم الاول. هثبت برضو الطرفين كده على بعض. وابتدي اخيط بقى زي ما كنا بنخيط في الاول. اتعلمنا خلاص الخياطة. هكمل بقى لغاية الاخر. طبعا احنا هنا اوضح شوية. الكم طبعا هو كان مفتوح كده، احنا بنقفله يبقى بالشكل ده من على الظهر كده، ونخيط الجزء ده كله كده. خيطت الكم. عشان اركبه لازم اقلبه على الوش. هحط الكم ازاي عشان يتخيط؟ طبعا دي الفتحة بتاعة الكم اللي هي في الجاكيت. بحط الكم عدل كده واحطه على وده مقلوب كده بالشكل ده، وادخل اللي هي الخياطة اللي هي في النص دي اللي انا مخيطاها على الخياطة اللي هي بتاعة الجنب. يبقى احط الخياطتين دول كده على بعض، واحدد النص بتاع الكتف كده بالشكل ده، واثبته. يعني ده هيبقى النص بتاعه، اثبته مع الخياطة اللي هي في الكتف من فوق، خياطة الكتف. نعملها تاني كده. يبقى الخياطة دي خياطة الكم مع الخياطة اللي من تحت، والنص بتاع الكمام طبعا عشان يبقى تركيبه مظبوط لازم يتثبت مع النص الخياطة اللي في الكتف اللي من فوق. ممكن نثبته بأي حاجة، أي إبرة، أي دبوس. وليكن مثلا عندي إبرة كروشيه كده، ممكن أثبته كده بس عشان ما يتزحزحش من مكانه. ده النص كده بالظبط، وبعدين هدخله كده. هبتدي بقى اخيط كده 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 لغاية النص، وابتدي الف كده، واحاول وانا بخيط ان انا اشد عشان ما يتلمش قوي ويعاكس البيبي في دخوله الكم، يبقى مضيق عليه. هثبت اللي عندي اول حاجة الخياطين على بعض كده بالشكل ده، واربطهم حلو الاول بالشكل ده جامد قوي، وابتدي اخيط بقى الخياطة المعتادة بتاعتنا. ولما اجي اخيط يعني دي ملحوظات مهمة، الاتنين يبقوا على بعض كده بالظبط، طرفين على بعض كده، وما اخيطش لجوه، يعني اخيط على الطرف. اهم حاجة ان انا ابعد بس عن الحواف، يعني ما بقاش برضو على الحواف قوي، يبقى الخياطة يعني حوالي نص سنتي كده لجوه او اقل كمان، على طول كده يعني. بس يعني ده الطرف اهو، ده الخياطة كده اهي.
بالشكل ده. هكمل بقى وارجع لكم. كده خيطت الكم كده خلاص. طبعا الفتل دي بننضفها بإبرة التنظيف. بعد كده هبتدي اقلب بقى. عندي الكم هنا اهو الحردة بتاعته. كده خلصنا الجزء بتاع التركيب. فاضل بقى المرد. هيبقى فيه مرد هنا للعراوي ومرد للزراير، وكمان هنعمل هنا هنطلع بالكابيشو بتاع الجاكيت. هنبتدي مع بعض نلقط الغرز. هبتدي القط. انا كنا شغالين على البليسيه على 4.5. ممكن اشتغل المرد ب4.5 او 4. انا حبيت هنا اشتغل برقم 4. هبتدي القط بالشكل ده. همشي على خط واحد، يعني انا ماشية لو انتم ملاحظين على خط واحد. عندي هنا الغرزة اللي هي تحسي ان هي عدلة، اللي هي بتبقى شبه الضفيرة دي كده، ماشية على اللوب الامامي بتاعها. هي ليها 2 لوب، لوب امامي ولوب لوب امامي ولوب الخلفي. هبتدي القط بالشكل ده واكمل للاخر. كده لقطت كله على سطر واحد. لو ملاحظين هتلاقوهم كله زي المسطرة كده ماشيين. مسطرة مش معوج فوق وتحت. لازم اعرف العدد. يعني ده عندي هنا اليمين ده اللي هنعمل فيه العراوي. لازم اول حاجة ان انا اعرف عدد الغرز اللي انا لقطتها. طبعا ما بتبقاش عدد معين، انا بلقط حسب اللي قدامي. تقريبا كل قدام غرزة بنلقط واحدة. فاحنا لازم اعرف العدد اللي هنا علشان اعرف القط برضو المرد التاني يبقى نفس العدد. لازم هعدهم الاول وبعدين اقول لكم عملنا كام. لقطت 66 غرزة. بشتغل بقى واحدة عدل وواحدة مقلوب، واحدة عدل وواحدة مقلوبة. طبعا بنربط الخيط في الاول اول السطر، وبنشتغل واحدة عدل وواحدة مقلوبة. ده اول سطر انا شغالة فيه، واحد عدل وواحد مقلوب بالشكل ده. ده كده اول سطر. هنشتغل تاني سطر. وعشان ده في العراوي عايزة اقول لكم بنعمل العروة في السطر الكام. ده كده لسه في تاني سطر. انا مش هعمل المرد عريض لان الزراير عندي صغيرة طبعا عشان تكون مناسبة لطفلة صغننة، فانا جايبة الزراير صغيرة. هكمل السطر ده برضو غرزة عدل وغرزة مقلوب. وطبعا لازم نعرف ان العراوي للبنات بتبقى في الجهة اليمين والزراير في الشمال. هكمل بقية السطر وارجع تاني. عندي الزراير هنا صغيرة. هنبتدي نعمل على قدها من السطر الثالث. يعني انا دلوقتي من ناحية الرقبة دايما ببتدي العروة من فوق مش من تحت،
عشان اقدر احدد العدد المناسب. لو بديت من فوق ممكن معرفش هتنتهي فين. هنبتدي نحدد عندنا هنا الغرزة، هنعمل سوري العروة. هعمل عروة صغيرة، العروة الصغيرة على قد الزرار ده من غرزة واحدة بس. هشتغل 3 غرزات. اول واحدة هسحبها، تاني واحدة هعملها مقلوبة حسب ما قدامي، وتالت واحدة هشتغلها عدل. هطلع الفتلة لقدام كأني هشتغل مقلوبة، وهاجي على الاتنين اللي مع بعض دول وهشتغلها عدل. كده هتعمل معايا عروة صغيرة بس مش هتبان الا في السطر اللي بعده. هنشتغل بقى عادي تاني برضو، واحد عدل، واحد مقلوب، واحد عدل، حسب ما انا برضو شايفة قدامي. اشتغلت 15 غرزة من بعد ما عملت العروة الاولانية. بعد كده هعمل اطلع الفتلة لقدام، وبعدين هشتغل 2 مع بعض. دي كده بتعمل عروة صغننة، هي هتبان في يعني انتوا لو خدتوا بالكم هتلاقوا في هنا فراغ هنا، هتبان بقى في السطر التاني. بعد كده هشتغل تاني 15. هعملها معاكم تاني. كده عملت 15 غرزة. هطلع الفتلة لقدام واشتغل واحدة عدل، 2 مع بعض عدلين بالشكل ده، وابتدي اعمل 1 2 واكمل 15 كمان. اتبقى معايا كده هنا جزء واحد 14 او 13 سوري 13 غرزة. انا سايباهم كده مفتوحين، مش ضروري يعني يتقفلوا للاخر خالص. لو انا حابة ان هو يتقفل للاخر خالص ممكن بزود للعدد شوية او بقلل، يعني ممكن تقللي العدد لو انتي حابة توزعي الزراير لغاية الاخر، يا اما اقلل العدد يعني كان بينهم 15 ممكن نقلل العدد بحيث ان احنا نظبط الزراير على الاخر خالص. فهي مكان اخر زرار هيبقى كده، فالجزء ده بس اللي هيبقى مفتوح. لو حابين ممكن يا نزود العدد يا نقلل العدد. هو هيبقى كده بالظبط المسافات ما بينهم بالشكل ده، وده الجزء المتبقي من غير عراوي. هنكمل الشغل بتاعنا بقى عادي خالص. هشتغل غرزة عدلة، غرزة مقلوبة، غرزة عدلة. انا عايزة اوريكم العروة الصغيرة، غرزة عدلة وغرزة مقلوبة. دي اللفة اللي احنا اخدناها اهي، دي اللفة اللي احنا خدناها. لما نيجي نشتغلها هتعمل عروة مكان فراغ اهو بالشكل ده، هتدخل فيها بكل سهولة، يعني مش هتبقى صعبة ولا حاجة. احنا طبعا بنجربها، طلعت منها سهلة خالص. هكمل بقى عادي خالص واجي عند اللفة ونشتغلها. جيت عند اللفة التانية ونشتغلها عدل اهي، واللي بعدها تبقى مقلوبة، ونكمل برضو شغل عادي، واحدة عدل
واحدة مقلوب. هكمل بقى بقية السطر. كده خلصت السطر اللي فيه العراوي اهي باينة خالص اهي. والعروة الاولانية هنكمل بقى سطر كمان هشتغله. كده خلصت المقاس اللي انا عايزاه تقريبا، يعني 70 كده، هما تقريبا كده 6 سطور يعني على قد الزرار. لو انا هعمل زراير كبيرة بعمل العراوي كبيرة. طبعا عملت العراوي كبيرة قبل كده في البروفر ترند الوردات، عملت فيه العراوي كبيرة. ممكن لو حابين برضو تعملوا المرد عريض شوية والعراوي كبيرة وزراير تبقى كبيرة، ممكن تعملوه زي الجاكيت الترند الوردات اللي انا عملته قبل كده. هبتدي اقفل بقى. عايزة اقفل بإبرة اصغر. إبرة اصغر بتلم الشغل معايا شوية، يعني انا هقفل ب3.5 واشد حلو قوي وانا بقفل. لازم عندي يبقى عندي الغرزة مشدودة كويس بالشكل ده. وطبعا إبرة اصغر نص درجة او درجة. تقفيل كلنا عارفينه، دي طريقة التقفيل. خلي بالي برضو عشان بنشتغل بفتلتين مفيش حاجة تقع، ولازم ألقط الفتلتين مع بعض بالشكل ده. هكمل بقى التقفيل لغاية الآخر. كده خلصت المرد اللي فيه العراوي، وهبتدي اقفل بقى. عندي كده قفلته كله، هبتدي اقفل عندي كده. هبتدي بقى اعمل كمان المرد التاني اللي هو مفهوش العراوي، اللي هو بيتعمل فيه الزراير. هلقط برضو زي ما انا لقطت 66 غرزة، وهشتغله عادي زي ما انا اشتغلت التاني بالظبط، الاولاني قصدي اللي فيه العراوي، بس من غير عراوي. هعمله من غير عراوي. هعمله وارجع لكم تاني بقى نركب الزراير. بكده حبايبي ركبنا الزراير. الزراير طبعا تركيبها سهل، احنا عملناه قبل كده في فيديوهات كتير. بنحط اول حاجة الاتنين كده على بعض، البليسيه او المرد ده على المرد ده كده. لما نيجي نركب يعني بنحط المردين كده على بعض، ونبتدي نحدد مكان الزرار على العروة بالظبط كده، ونبتدي نخيطه. طبعا التخييط سهل بالنسبة لنا. عملنا قبل كده، عملت قبل كده كذا فيديو هتلاقوه على القناة ازاي بنركب الزراير. هيبقى فاضل عندنا الكابيشو اللي هو بيبقى متصل بالبلوفر. ان شاء الله هنكمله في الفيديو القادم. بس علشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم قوي، فانا حبيت اقسمه نعمل فيديو كمان للكابيشو، لانه هيبقى برضو فيه شغل كتير. كده عندي البلوفر، او ممكن نقول كارديجان او الجاكيت، هو جاكيت اطفال جاهز. نزرر الزراير كده كده. زررناه طبعا، وده الكمام. وكمان ممكن نحط
عليه وردات لو حابين يعني. لو هتكتفوا بالضفاير زي ما تحبوا يعني. احنا عملنا له الوردات، وكنت عامله قبل كده البلوفر الوردات كتير. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله الفيديو القادم هيبقى الفيديو الاخير، وهنعمل فيه الكابيشو اللي هو متصل بالجاكيت. باي باي.